النهاردة هعمل معاكم البيتزا، طريقة سهلة جدا. العجينة ناجحة، لو مشينا على المقادير بالظبط هنطلع أحلى بيتزا في البيت، لا يمكن نشتريها تاني من برا، أحلى كتير من بتاعة المطاعم. والمقادير سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هحط كوباية من الحليب الدافي، عليها معلقة من الخميرة، لو الخميرة عندك متأكدة ان هي شغالة ابدأي على طول. وهحط عليها معلقتين من السكر، وهحط معلقة من الحليب البودرة لو مش متوفر عندك عادي، انا حطاه يعني ده اختياري مش اجباري. وهحط عليهم حوالي 4 معالق من الزيت النباتي او زيت الزيتون، وحطي رشة من الملح. قلبي المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده انزلي عليهم بنص كيلو من الدقيق. الدقيق هيفرق معاكي، لو وانت بتعجني حسيتي ان هو محتاج حطي مية دافية، لو لقيتي العجينة محتاجة دقيق هنحط دقيق. هسيبها تتعجن لمدة 10 دقايق. اهم حاجة في الخطوة بتاعة العجن دي ان احنا لما نيجي بعد ال10 دقايق تكون العجينة معاكي بتلزق بين ايديكي تلزيق بسيط، عشان تبقى العجينة طرية مش ناشفة معاكي في الفرن. اذا العجينة بقت يعني ناشفة معاكي من وانتي بتشتغلي هتكون ناشفة معاكي في التسوية. بصي العجينة عاملة ازاي، فيها سنة تلزيق، بس انتي هتحطي معلقة زيت وهتحطي العجينة فمش هيبقى فيه اي تلزيق خالص دلوقتي. هتسيبيها ترتاح على الاقل لمدة ساعة، ولو المكان دافي هتدفي الفرن مثلا تحطيها لمدة نص ساعة، هيكون حجمها تضاعف. نبتدي بقى احنا نحضر الصلصة اللي بنحطها على وش البيتزا. فرمت 3 فصوص من الثوم وهحطهم معلقة زيت زيتون على النار، وهشم ريحة الثوم. بعد كده هنزل بصلصة طماطم او طماطم فريش اللي متوفر عندك في البيت. اول ما ياخدوا معايا كده غلوة على النار، او لو الطماطم فريش هسيبها لحد ما تتسبك. هحط ملح وزعتر. انا ما حطيتش زعتر لان عندي مش بيحبوه، لا، بس الزعتر بيفرق جدا في طعم صلصة البيتزا، بيبقى خطير. لو بتحبوا الزعتر حطوا. بعد كده العجينة معايا كانت خلاص خمرت. هقسم العجينة ل3 كور، ال3 كور هيتقسموا على 3 صواني. انا عملت 3 صواني، حجمهم ما كانش كبير قوي ولا صغير قوي، متوسطين، لان انا بحب افرد العجينة تكون يعني سمكها رفيع وفي نفس الوقت بتكون طرية جدا مش ناشفة. وانتي بتشتغلي لازم تكوني مغطية العجينة. اول حاجة هنحضر الصواني بتاعتنا ونحط فيها رشة من الزيت، وهنفردها كده بالراحة، رشة بسيطة قوي مش هنكتر. وبعد كده هفرد العجينة بتاعتي، هرش رشة دقيق ورشة من دقيق السميد اللي احنا بنعمل بيه البسبوسة. ده يا جماعة بيفرق جدا، لما بتيجي تسوي البيتزا في الاخر بتبقى من تحت كده فيها سنة قرمشة، بتبقى خطيرة في البيتزا زي بتاعة المطعم بالظبط. وهبتدي ان انا افرد العجينة، بخلي سمكها رفيع عادي خالص. طول ما العجينة ناجحة معاكي حتى لو سمكها رفيع عمرها ما هتنشف منك في الفرن. وكل ما العجينة ارتاحت كل ما بتتفرد معاكي بكل سهولة. بس انا كده خلاص فردت الاول صينية عملتها. ممكن بقى الخطوة دي معرفش ما اتصورتش معايا، هنخرم بشوكة كده العجينة قبل ما نحط صلصة البيتزا. وبعد كده هتحطي بقى الصلصة، هندهن على وش البيتزا الصلصة. الحشوات بقى ليكي يعني الحرية الكاملة، تحطي اي حاجة على وش البيتزا. ممكن تحطي تونة، سجق، انا حطيت ببروني، ممكن تحطي اي حاجة، جبن، بس براحتك خالص. انا بكتفي بحط الحشوة بتاعتي اي نوع من انواع اللحوم اللي احنا بنحبها، بحط زيتون، وبعد كده بحط الجبنة الموتزاريلا، ما بكترش عليها اي حاجة تاني. حطي بصل، حطي فلفل الوان، براحتك خالص في الحشوة، يعني ابدعي فيها زي ما انت بتحبيها. انا بحبها كده انا وولادي فبعملها كده على طول.
بس وهحطها اكون مشغله الفرن درجه حراره 200، يكون حامي جدا الفرن. وبعد كده اول ما بحط البيتزايه بوطي الفرن خالص على 180. اول ما البيتزا معاكي في الفرن، ده برضو سبب من اسباب ان هي ساعات بتفشل معاكي، تسيبيها كتير في الفرن. لا، اول ما الجبنه بتسيح وبيكون من تحت خلاص خدت لون، اطفي على طول وخرجيها. قدميها بقى، قطعيها. بصي حتى انا هوريكي ان هي حتى طريه جدا جدا وانا بقطعها. لو مشينا على الخطوات بالظبط هتكوني استاذه في البيتزا، ومش هتشتريها ابدا تاني من بره. جربوها بالطريقه دي وامشوا على الخطوات، وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.